ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل السمك البلطي. انا مسكته غسلته كده ونضفته زي ما انتم شايفين. هرش بقى عليه ملح كده ونعصر عليه الليمون، وتعالوا بقى نكمل مع بعض هنشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي عملت شطهم كده بالهريسة بتاع الشطة، وكده هنمسك السمكية هنمسكها كده نقطعها كده عشان تشرب كل التتبيلة بتاعتنا. ايوه كده. وهمسك التوم بقى كده من جوه كده طريقة مامتي كده ربنا يخليها لي. وهنمسك كده تتبيلة كده، وهمسك بقى كل السمك اعمله كده معايا، واحط كده فصين من الثوم مفروم، واحط معايا التوابل، واحط معايا خل. التتبيله دي جميله جدا هتودي السمك في حته تانية خالص. التتبيله مع بعض كده معايا دقيق، وهنحط بقى الملح، وهنحط كركم وكمون على فلفل اسود، وهنقلب كده التتبيله دي مع بعض. السمكيه كده معايا وهنتبلها في الدقيق، وهنزلها بقى في الميه كده اللي هي بالخل كده معايا والتتبيله، وهننزل بقى على الزيت على طول. ننزل كده بنعمل شويه رز كده حلوين جنب السمك، رز بالبصل كده مفلفلين. تعالوا كده نسمي الله على النار، ومعانا البصله هنقلب بقى فيها كده لما نخليها كده مكرمله وحلوه. هنحط بقى كمون على فلفل اسود ونقلب كده، وننزل بقى بالبصل بالرز ونحمر في الرز كده. حمرت البصل مع الرز زي ما انتم شايفين كده، وحمرنا الرز بحمرة حلوه، وهننزل بقى كده بميه سخنه لحد ما نغطيه الميه المغليه، واحط بقى الملح كده، واحط مرق من الدجاج كده، وهقلب كده واسيبه كده ياخد غلوه، وبعدين اوطي خالص على النار واسيبه كده على نار هاديه. السمك بتاعنا حاجه جميله كده، جربوها. وعملنا معاها الشات الرز كده الحلوين والفلفلين بالبصل، وعملنا شات سلطه، وان شاء الله يعجبكم. تابعوني ويا ريت تعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.